كان فاكر إن الرحلة مجرد مغامرة رومانسية، لكن بعد ما ضاعوا في قلب الصحراء بقى كل نفس بياخدوه ممكن يكون الأخير. والأسوأ إن النجاة هتحتاج تضحية مستحيل حد يتخيلها. من أول لحظة بتوصل فيها ليزا المطار علشان تستقبل مايك، كان واضح إن بينهم حاجة مكسورة. مايك كان متعصب ومكشر بشكل يخوف، وكل محاولات ليزا إنها تهزر أو تخفف الجو كانت بتضيع على الفاضي، لأنه أساساً مش طايق يرد عليها. حتى سواق التاكسي حس إن الجو مكهرب، وقعد يقول لهم إن أي اتنين بيحبوا بعض لازم يعدوا بخناقات وده طبيعي. بعدها استلموا العربية وكملوا طريقهم، ومايك لسه غرقان في صمته، لحد ما فجأة قلب الدنيا وطلع خاتم وطلب إيد ليزا. المفروض اللحظة تبقى رومانسية، لكن ليزا اتلخبطت وسكتت، لأنها عارفة إن مايك راجع الجيش قريب ومستقبلهم كله مجهول. سكوتها استفزه جدا، فرمى الخاتم بعصبية وكمل سواقة من غير كلمة. ليزا حاولت تصلح اللي حصل، فضلت تصور له فيديوهات وتهزر معاه علشان يضحك، لكنه انفجر فيها وطلب منها تسيبه في حاله. وبعد ساعات وصلوا عند بحر شكله يخطف القلب، وهناك أخيرا الجو هدي شوية، وليزا فكرته إن الوقت اللي فاضلهم مع بعض قليل ولازم يعيشوه بدل الخناق. كلامها لمس مايك، فنزلوا البحر يقضوا وقت لطيف. لكن بعد ما رجعوا العربية بدأ التعب يظهر عليهم، وليزا طلعت شنطة الإسعافات تعالج الجروح اللي عنده. بالليل ليزا طرحت فكرة مجنونة، إنها تروح معاه لمنطقة مهجورة اسمها الأوت بيك، مكان بعيد ومخيف بس مناظره مبهرة. مايك رفض فوراً وحذرها إن المنطقة دي خطيرة ومحدش يعرف عنها حاجة، لكن ليزا ركبت دماغها وأصرت إنها تعيش المغامرة. وبعد زن طويل وافق غصب عنه وهو مش مرتاح أبداً. في الطريق مايك فضل يحط لها قواعد صارمة، يمشوا ورا الGPS بالحرف، مفيش طرق مختصرة، لازم يحافظوا على الأكل والمية، ولو حصل أي طوارئ يعتمدوا على كباين التليفونات اللي على الطريق. ليزا وافقت، لكنها فضلت متحمسة وبتصور الرحلة كأنهم رايحين جنة، بينما مايك كان حاسس إنهم داخلين على كارثة. وبالفعل بعد ساعات طويلة الGPS اقترح عليهم طريق مختصر. مايك كان متردد، لكنه قرر يجرب. ومع الوقت بدأ الطريق يبقى أغرب وأهدى، لحد ما الليل دخل عليهم واضطروا يباتوا في موتيل صغير. تاني يوم كملوا، لكن الGPS بدأ يدي تعليمات ملخبطة ويوصلهم لطريق مقفول. وقتها مايك قفل الجهاز نهائي وقرر يعتمد على إحساسه. بعد شوية وقف بالعربية ينزل يشوف هم فين، وفجأة ثعبان أسود هجم عليه وعضه في رجله. صرخته صحت ليزا من النوم، لكن التعبان اختفى وسط الضلمة.